مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة واربعة، لا دول خمسة. 5 تجوان الاهلي بيهم دك دفاعات حرس الحدود. طب انا السؤال اللي عندي، كان فين اللعب ده، وكان فين العزيمة دي، وكان فين كل الكورة دي الموسم اللي فات ده كله؟ يعني من شهر 9 واحنا بنقول لكم العبوا برجولة، موتوا على الكورة، افريقيا للرجال وانت يا اهلي الاسطورة. مالكم؟ احنا في كورة اهي وفيها ونفس التشكيل عادي اللي كنا بنلعب بيه، بس هو شوية روح وشوية فكر كروي وشوية خطط وشوية قطايف ولطايف وحلويات خلت الاهلي النهارده يظهر بالشكل ده، خلت الاهلي النهارده يكسب 5-0، خلت الاهلي النهارده هو النادي الاهلي المرعب، النادي اللي الطبيعي انه يبقى بيهاجم ولغايه اخر دقيقه بيهاجم. منورين الدنيا كلها، انا اكرم مفتاح اهلاوي، وعايز اتكلم معاكم النهارده عن ماتش الاهلي وحرس الحدود. فلو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس واديني اللايك المتين، ويلا بينا نخش في موضوعنا. الشوط الاول كان باين ان في فكر كروي، وكان باين ان في جمل، وكان باين ان في حاجات كتير ممكن تتعمل او عايزه تتعمل. في الشوط الثاني الحاجات اللي كانت المفروض عايزه تتعمل في الشوط الاول بقت بتتعمل. ليه؟ لان في مدرب بره فاهم كوره وفاهم طبيعه لعيبه النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي وعنده فكر النادي الاهلي انه يهاجم لقدام، ان الكوره بنلعب لقدام. لما عايزين ندافع فافضل طريقه للدفاع هي الهجوم، ان انت تضغط ضغط عالي. معظم اللعيبه النهارده بنسبه 80% كانوا متميزين. خلينا كده نتكلم الاول عن كابتن عماد النحاس اللي عرف ان هو يسيطر على اللعيبه ويخلي اللعيبه تلعب اللعب الهجومي الممتع من غير ما تغامر دفاعيا. كابتن عماد النحاس ابن النادي الاهلي اللي بيخاف على النادي الاهلي، وواحد من جماهير النادي الاهلي، فعارف جماهير النادي الاهلي بتبقى عايزه ايه فبينفذه في الملعب. بعد كده اسامه ابو علي اللي بدا ان هو النهارده يستعيد مستواه، يرجع تاني اسامه ابو علي اللي احنا عارفينه، اسامه ابو علي الفدائي الهجان اللي بيشارك في كوره، اللي بيشارك في كل كوره وبيضغط في كل كوره وبيحاول ان هو يعمل هجمه ويخطف جون من اي كوره. اسامه ابو علي اللي احنا عارفينه. ماتش مميز جدا جدا لوسام، وماتش مميز جدا جدا لامام اللي كان تركيزه ان هو يجيب جون اكتر بكتير من تركيزه انه يلعب السهل. يعني لو امام كان ركز في الماتش ده انه يلعب السهل كان ممكن يجيب 3 4 تجوان. الشوط الثاني الاهلي يجيب 8 تجوان مستريح. وايه علي معلول ده يا جدعان؟ ايه علي معلول ده؟ يعني انا لما قلت على كولر ان هو اخره يروح يشتغل صبي في البان سويسرا ويقطع علاقته بالكوره او يجيب بجرتين ويحلبهم، حرفيا هو ده تمام، هو ده اللي هو يعرفه عن سويسرا. لكن الكوره مش كارو، مش كارو. من شهر، من يوم ماتش الترجي، من يوم ماتش الترجي اللي تعادلنا فيه هناك، والماتش بتاع الترجي اللي غلبناهم هنا فيه 1-0 بجول رامي ربيعه في الدقيقه 7 ولا الدقيقه 8، وقعدنا ندافع طول الماتش عن الجون ده، وهي خلاص مش كارو، هو الراجل جاب اخره، الكوره اللي عنده ما بقتش موجوده. شوف عماد النحاس الاهلي بادئ النهارده ازاي وعنده اخطاء ايه، وازاي الشوط الثاني الاخطاء دي بتتصلح. شوف علي معلول اللي لولا التوفيق النهارده كان هيبقى عامل مثلا 4 اسيست. علي معلول عاطي 4 أو 5 كور دواء اجوان، اجوان. قفشه اللي ما اعرفش هو بقى عماد، كابتن عماد نحاس اتكلم معاه، كابتن محمد شوقي اتكلم معاه، هو لما لقى نفسه ما بيشاركش وما بياخدش فرصه
فقال لا انا اشد حيلي واظبط. بيدي اسيستات النهارده وبيباصي وبيروح وبيجي وبيلعب وماسك لك خط الوسط والدنيا جميله. طب ما الدنيا حلوه اهي يا شباب، الدنيا حلوه. هو دوت اللي احنا بقالنا موسم كامل عمالين بنقوله. بيراميدز النهارده بيكافئك وبيتغلب، وانت النهارده بتفوز. كان ايه بقى لازمتها حته الانسحاب من ماتش الزمالك دي؟ مش كان زمانك راكب الدوري دلوقتي؟ يعني انت حتى لو كنت تعادلت مع الزمالك في الماتش اللي انت انسحبت منه ده، كان زمانك متساوي في النقاط مع بيراميدز، وكان زمانك بفرق الاهداف المتصدر. بس يلا باذن الله، يعني ايه الهزيمه اللي حصلت لبيراميدز النهارده، انا متاكد ان هي هتاثر عليه. يعني انا متاكد ان الهزيمه بتاعت النهارده دي هتاثر جدا على بيراميدز. فاحنا نتمنى ان التاثير ده يصب في مصلحه النادي الاهلي، وان هم يتعادلوا لهم ماتش ولا يتغلبوا لهم ماتش كمان من الخمسه اللي فاضلين ولا من الاربعه اللي فاضلين، والاهلي يقدر في اللي جاي كله يكسبه، ويبقى باذن الله الدوري بتاعنا، يبقى باذن الله الدوري بتاعنا. كل التوفيق للاهلي وكل التوفيق للاعيبه الرجاله. النهارده مش هنتكلم في مشاكل ولا هنتكلم في اخطاء ولا مين كان حلو ومين كان وحش. هنتكلم ان الاهلي بيعود للوضع الطبيعي للنادي الاهلي، ان هو ينزل يشايل اربعات وخمسات وستات وثلاثات في ماتشات الدوري. ان ماتشات الدوري دي هي التقسيمه والحصص التدريبيه اللي الاهلي بيتدرب بيها عشان افريقيا وعشان كاس الانتركونتيننتال وعشان كاس العالم للانديه. مش ماتشات ابقى بجيب جون في اخر دقيقه وبيجي فيها جون في اخر دقيقه وبتعادل. مش الاهلي اللي يتعادل 5 ماتشات ورا بعض. فالحمد لله على الفوز، مكسب كبير ومهم، والمفروض انه يرفع من معنويات اللعيبه ويديهم الثقه في نفسهم عشان ندغدغ الدنيا في كل اللي جاي. فمبروك الفوز للنادي الاهلي مره تانية، وما ننساش الصلاه على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم، والدعاء لاهلنا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي كل البلاد العربيه المتضرره. اللهم امين. اشوفكم على خير بعد ماتش الاهلي الجاي. السلام عليكم.